هنتكلم النهارده عن واحد من اهم عروض 2025، بل هو فعلا عرض السنه لحد دلوقتي، ريفولوشن. العرض اللي شفنا فيه فعليا 5 ماتشات 5 نجوم في عين العدو، منهم اعظم ماتش نسوان في التاريخ وارجبلي اعظم ماتش قفص في التاريخ، وماتش احلام بين جون ماكسلي وايدج خلص بنهايه جدا مثيره للجدل. فلو دي اول مره تتفرج على حاجه ليها علاقه باي دبليو، كمل الفيديو عشان هشرح كل القصص والعداوات. يا ريت تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل للناس، وعشان دي اكتر مراجعه تعبت فيها الصراحه. ومن غير مقدمات اكتر من كده يلا نخش على الدعك. قبل ما نبدا خلينا نتكلم بسرعه عن الاليفنت ان ذا روم وانقلاب جون سينا للشخصيه الهيل. من الاخر انا عجبتني قوي هيل تيرن سينا، واتنفست حلو جدا وكانت غير متوقعه تماما بالنسبه لي. يمكن عشان انا مش بتابع العروض، يعني يقولوا لي لو كان في تلميحات ده قبل كده ولا لا. ضايقتني شويه حته انه ما غيرش الجير، وخصوصا انه ما غيرش الاغنيه، لان حرفيا اغنيه جون سينا الهيل جاهزه من 2012 اسمها هاسل لويالتي ريسبكت. واللي ما يعرفش فكان في خطط لجون سينا انه يقلب هيل خلال عداوته مع الروك في راس المانيا 28، وكانت دي المفروض تكون اغنيه سينا الهيل، لكن فانس طبعا سحب السيفون على الخطط دي وقتها. حاجه صغنطه ضايقتني كمان، وهي اللاين ده من جون سينا في اول برومو هيل ليه بتاع انا مش بيبي فيس، انا مش هيل، انا بني ادم. وحش قوي اللاين ده بجد، ده انت كده بتبوظ المصارعه يا معلم. I am going to ruin wrestling. طب لو كده تمام ماشي. بس بجد بعيدا عن اي نت باكينج وعن دراما كودي رودز المفتعله، فبروجرام سينا وكودي هو اجمد واكتر حاجه انا مهتم بيها في الدبليو دبليو اي حاليا. كمان كيفن اونز الهيل مبدع كالعاده، وكليبات جماهير اوروبا وهم بيغنوا في دخلة راندي اورتن هي فعليا امتع حاجه شفتها في الدبليو دبليو اي حاليا، ويعني يستاهل الاسطوره. انما غير كده فببساطه انا مش مهتم. مستوى موسم راس المانيا 41 هو ما شاء الله بالظبط عامل زي الموسم الرمضاني بتاع المسلسلات كده، زي الروبا. الماتش الثلاثي بتاع رومان وساسو بانك ده معمول عشان الثلاثه يبقوا موجودين على كارد راس المانيا. خلينا صراحه مع بعض، ايه المنطق اللي يخلي الثلاثه دول يلعبوا ضد بعض اصلا؟ السيجمنت بتاع العركه بتاعتهم هم الثلاثه، وكل واحد فيهم بيشاور على الساين بتاعت راس المانيا، عبثي وغبي بجد. الانقاذ الوحيد للعكه دي ان يبقى في اي ستيكس للماتش بتاعهم، حاجه زي ماتش ريكي شي وسويرف اللي جايين له قدام، يعني الكسبان مثلا يبقى المصنف الاول على بطوله العالم، حاجه كده. وموضوع ان جاي اوسو على وشك انه يكسب جونثر في راس المانيا ويبقى بطل العالم، ده المفروض يكون جريمه تودي التريبل است الكركون بجد. شاد جيبل اللي كان من اجمد البيبي فيسز في الصناعه من سنه بالظبط، بقى شخصيه هيل كوميديه متخلفه دلوقتي. ملخص سولو سيكو وعصابته ما عدا جيكوب فاتوه في كلمه واحده: ضحك. لما فيش حاجه، ده ويل اسبري بس زي ما تقول كده عليه ديون. وفي عالم موازي درو ماكنتاير هيلاعب الميديوكر داميان بريست في راس المانيا. ويعني والله يا درو يا اخويا كنت تقدر تروح اي دبليو الصيف اللي فات مع ريكي شي ولاشلي، بس انت اللي اخترت تجدد بقى، فما تلومش الا نفسك. اما عن اكتر حاجه مزعلاني واللي تخليك تبكي بدل الدموع دم، وضع اي جي ستايلز في الدبليو دبليو اي حاليا، اللي داخل على خط الميديوكر الثاني كارين كروس، وهيلاعب هانج مان الغلابه لوجان بول في راس المانيا. ده كان زمانه بيفيود مع كيني اوميجا وويل اسبري لو كان موجود في اي دبليو دلوقتي، انت متخيل؟ فيعني ابوس ايدك تنهي مسيرتك الاسطوريه في اي دبليو عشان مش نافع كده بجد. وخلونا نتكلم بكل موضوعيه ومن غير الشركه الويسك اهو عشان الناس اللي بتزعل. فيما عدا سينا وكودي وكيو الهيل، ايه الحاجات الجامده قوي اللي عجباكم في الدبليو دبليو اي ومخليكم متحمسين لراس المانيا 41؟ يمكن انا غافل عن حاجه مثلا، فقولوا لي في الكومنتات عشان اتفرج واتبسط معاكم. وافتكر كفايه دبليو دبليو اي اول حد كده، ويلا بجد نخش على الدعك. Let's fucking go, lads! افتتحنا العرض بماتش هانج مان ادم بيج ضد ام جي اف، وهنا فاحنا قدام الكثير والكثير من الشرح. ملخصه ان دي فعليا العداوه بين البطل والبروتاجونست ضد الشرير المطلق والسوبر فيلن في قصه اي دبليو. وعشان نفهم العداوه دي محتاجين نرجع الشريط من اوله خالص، تحديدا سنه 2019 في اول عرض دبل اور ناثينج، بل في اول ماتش في تاريخ اي دبليو، وهو الكازينو باتل رويال واللي اتلعب في بدايه العرض. اللي محتاج تعرف عن الماتش ده انه باتل رويال عادي، وان الكسبان منه هيلاعب الكسبان من المين ايفنت من كاني وجيريكو في مين ايفنت اول نسخه من اول اوت، في ماتش تاريخي هيتحدد من خلاله اول بطل عالم في تاريخ اي دبليو. اخر اتنين بيتبقوا في الباتل رويال هم هانج مان وام جي اف، وبيقدر هانجر انه يطلع ماكس في النهايه عشان يكسب اول ماتش في تاريخ الشركه. طرق الاتنين دول بتتقاطع تاني، والمره دي في ماتش تحديد اول بطل للداينامايت دايموند رينج. ماكس بيقدر يرد لهانج مان الخساره وبيكسبه، ومن بعدها ولمده 5 سنين الاتنين دول بياخدوا طرق مختلفه تماما عن بعض، وبيوصلوا في النهايه لنفس القمه وهي الفوز ببطوله العالم. وسبحان الله الاتنين كسبوه فول جير وبفارق سنه عن بعض تقريبا، لحد ما
نوصل ل 2025. هاجمان كان لسه طالع من عداوه يعني والله كانت جدا ممتازه مع جاي وايت، خصوصا ماتشاتهم ضد بعض، ولكنها ما خدتش نفس الزخم المتوقع يمكن. اما ماكس فكان لسه طالع من فضل خيرك كده اسوأ قصه في تاريخ AEW واللي اتكلمنا عنها طبعا، وبعدها بياخد لفه في دار المسنين بتاعه AEW، واحنا هنتعامل مع الفتره دي كانها لم تكن، لحد ما بتتقاطع طرق هاجمان وماكس اخيرا في وقت الاتنين كانوا فعلا محتاجين العداوه دي ضد بعض. وقصه العداوه بينهم بترتكز على الديلما الهوملاندريه اللي عند MJF، اللي هو انا اوسخ خلق ربنا والارض اللي انا ماشي عليها مش طيقاني، بس في نفس الوقت عايز الناس يحبوني. المضحك المبكي في الموضوع ان دي حرفيا نفس الحاجه اللي حصلت مع كودي رودز في AEW، بس كانت بجد مش سيناريو، واتكلمنا عن ده في اول فيديوهين في تاريخ البتاع بالمناسبه. نرجع لماكس والبرومو الجامد اللي اتعمل بينه وبين هاجمان، واللي هو برومو السنه لحد دلوقتي بالنسبه لي. في البرومو ده بيتكلم ماكس عن حقيقه ان هاجمان جه الشركه في 2019 بكل الزخم اللي في الدنيا، ووسطت صحابه وخلته ياخد الدفعه ويبقى الواجهه من بدايه AEW. اما ماكس فكل اللي احتاجه عشان يبقى الواجهه كان زورو ومايك وسكارف، فكرني بالفيرس اللي بحبه قوي ده الليجي سي. ومن الاخر فمشكله ماكس الاساسيه مع هاجمان هي تشجيع وحب الجماهير ليه رغم كل المصايب والبشاعات اللي عملها. ده واحد حرق بيت سورف، شرب من دمه، حقن لسته بسرنجه، ضرب العواجيز بتوع اوضه اللبس، جاب لصاحبه كريس دانييلز اصابه في رقبته وانهى مسيرته للابد. وبعد كل ده الجماهير برضه لسه قادرين يتعاطفوا معاه ويبرروا كل عمايله السوداء، لكنهم مش بيتعاملوا بنفس الطريقه دي مع ماكس، وده اللي معفرته طبعا. هاجمان بيرد على وصلة صياح MJF بكلمتين: انا حقيقي. وده حقيقي وواقعي بجد، لاننا فعلا مش بنريليت او مش بنتعاطف مع اي شخصيه لمجرد بس انه طيب والعيبه ما بتطلعش من بقه، لا خالص. وخلينا نضرب لك مثال بالحاج هايزنبرج والتر وايت، الراجل اللي وصل لمرحله من التوحش في الموسم الخامس انه بيسمم طفل عنده 7 سنين وبيقتل مئات البني ادمين بمكالمه تليفون، وانت لسه كنت بتلاقي مبررات عشان تتعاطف معاه بل وتحبه وتشجع كل اللي بيعمله كمان. وده باختصار لاننا عشنا معاه الرحله من اولها وكوننا ارتباط عاطفي معاه. ايوه اهو ده بالظبط نفس وضع جماهير AEW مع هاجمان، الراجل اللي حرفيا هو المين كاركتر بتاع AEW، وعشنا معاه الرحله من اولها بكل تحولاتها وكوننا معاه ارتباط عاطفي بيخلينا نحبه باي ديفولت كده، عكس ماكس اللي من اول يوم ليه وهو بيتم تقديمه كالفيلن بتاع AEW واللي بيجبرك على كرهه. ولما بدا يبقى ريليتبل شويه ويكون باوند مع الجماهير وقت قصته مع ادم كول، رجع لحس كلامه تاني وبقى انيل من الاول. ومن هنا بيتقبل ماكس حقيقته في نهايه البرومو باللاين العظيم ده: You can be the main character all you want. I got no problem being the bad guy. ماكس بيهجم على هاجمان في داينامايت الجو هوم وهو لابس تيشيرت مكتوب عليه MJF ما عملش حاجه غلط، لا وكمان بيكب عليه بنزين وعايز يولع فيه لولا ان السكيورتي اتلموا عليه، وهما بيطلعوه بره ماكس بيعمل يعني مش رياكشن، هو ملخص حياتي اخر 10 سنين. نيجي للماتش نفسه، يعني يا ريت تكتبوا لي اسم الحركه دي في الكومنتات لو سمحتوا. ماكس بتكون عنده زي ما بيقولوا كده ايه الرينج اويرنس اللي بتخليه يقدر يخلع من الباك شوت ليريت فينش هاجمان بطرق ذكيه. بنشوف سبوت بايل درايفر اول مره يتعمل في الحياه تقريبا لما ماكس بيعملها لهاجمان على الكرسي اللي بره، وكان خلاص هيخلص بالهيت سيكر لكن هاجمان بيقفشه وبيدخل بيه جوه الحلبه عشان يعمل له الداد اي. بعدها بيعمل فينشر كريس دانييلز الانجلز وينجز، واللي كانت واحده من اكتر الحركات الحقيقيه اللي انا شفتها من يوم ما وعيت على مصارعه. حرفيا زرع وش ماكس في قلب الحلبه يا اخوانا، ثم بيخلص بالباك شوت ليريت وبيكسب الماتش. ماتش افتتاحي مثالي بنهايه غير متوقعه بالنسبه لي على الاقل، لاني كنت متوقع ان ماكس يكسب الصراحه، والاكيد ان دي مجرد نهايه فصل عشان العداوه بين الاثنين دول لسه مكمله. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد، ورمضان كريم او عيد سعيد لان الفيديو ده غالبا هينزل في العيد اصلا. والحقيقه ان رمضان دايما بيجي بالاسئله الجديده لانج بتاعته، زي هو رامز حقيقه ولا متفقين، هي اسمها سمبوسه ولا سمبوسك، هو انت ليه فقير ومش قادر تستمتع بالكوميونتي ولا تعيش قصه الحب الخياليه في الكومباوند اللي الشقه فيه بيدوب 13 مليون جنيه بس. يا ترى الكنافه هيحشوها ايه السنه دي؟ لا هنا لازم وقفه بقى، اصل هو ايه غزو البسباشيو اللي حاصل ده؟ عارف انت الميم بتاع حط طحينه، هتبقى حط بسباشيو اليومين دول خلاص. وبالمناسبه بقى ايه صفقه المتفجرات الTNT اللي حصلت في البلد دي؟ انا بقيت اخاف امشي خطوتين في الشارع لا يجيني صاروخ مباغت يقطعني الخلف والله. ويا ريت دايما نسمي قبل ما نشرب عصير على الفطار، الا لو انت بتشرب عرقسوس، ده الشيطان شخصيا يعرف يشرب منه صدقني. وبعدين هو ايه حوار ان الراجل لازم يطلع بايده الدور الرابع وهو بيصب البتاع؟ هل كده هيقلب صوبيا مثلا؟ اما بالنسبه للمسلسلات فانا مش هجاج، بس لو انت بتتفرج على ال3 مسلسلات دول مش قلت لك اللي اوله كفته اخره سيخ؟ في مشكله هنا يا باشا ولا ايه؟ نيجي لماتش احزمه الفرق بين الابطال الهيرت سينديكيت ضد الاوت رانرز،
اكتر ماتش سكيبابل في العرض وعديه ومش هيفوتك ايات ولا حاجه. الهيرت سندكات طبعا بيكسبوا، والاوت رانرز دول هم فعليا اوفر مع الجماهير بشكل ما فاجئني انا شخصيا، ودي حاجه جامده طبعا. انما كاداء على الحلبه فما تجيش عشان ما فيش، حرفيا زي جي اوسو كده. كمان سعيد جدا بوجود ونجاح فاكشن الهيرت سندكات في اي دبليو، واللي فوزهم باحزمه التاج تيم خلى الديفيجن ده يتنفس الصعداء شويه بعد الرين المنيل بتاع برايفت بارتي. عندي رساله كمان لتوني خان، وهي ان بلاش واوعى تجيب سيدريك الكساندر ده في اي دبليو. ولو ما تعرفش مين سيدريك الكساندر ده فده طبيعي جدا، لان ده مصارع جوبر ومتشطف وكان قاعد في الكيترنج بتاع الدبليو دبليو بي بقاله 4 سنين وكان عاجبه الوضع لولا انهم مسرحوه. فكفايه رجيع دبليو دبليو بي قوي لحد كده يا توني اخويا، وجيب المصارعين اللي عارفين قيمه الشركه وعندهم حاجه يقدموها. يعني انا مثلا فرحان قوي والله بدي بيو مايك بيلي وعمك قريب جاش الكساندر ان شاء الله، بس انتوا برضه عرفوني رايكم في الكومنتات. نيجي بعدها الماتش ريكوشي ضد سويرف ستريكلاند. دايما في ناراتيف عبيط منتشر على النت وللاسف في ناس كتير بتصدقه، وهو ان الدبليو دبليو اي هي الشركه بتاعت القصص والشخصيات، واي اي دبليو هي الشركه بتاعت الماتشات والاداء بس. فقد ايه ايرونيك ان ريكوشي الشقلباز عديم الشخصيه اللي ما كانش بيعرف يجمع كلمتين على المايك في الدبليو دبليو اي يروح اي دبليو ويقدم لنا شخصيه هيل من الاجمد في الصناعه حاليا. كنا اتكلمنا عن بدايات تحول ريكوشي للشخصيه الهيل في مراجعه وورلدز اند، واللي لاقت استجابه لحظيه من جماهير اي دبليو اللي نزلوا فيه شتيمه وتهزيق بل ورموه بمناديل الحمام حرفيا. وده بيبدا العداوه مع سويرف اللي بيجي يتريق على ريكوشي بعد خسارته في نص نهائي الكونتيننتال كلاسيك، البطوله اللي ريكوشي كان عاير سويرف بخسارته ليها السنه اللي فاتت ووعده انه هيكسبها. وهنا سويرف بيخلي المانجر بتاعه برنس نانا يوزع ورق الحمام على الجماهير، وبيخلي الجماهير يرموهم على ريكوشي في وقت واحد، وحاجه في منتهى قمه التهزيق. وهنا ريكوشي بقى مطالب ينتقم من سويرف باعنف طريقه ممكنه على اهانته ليه، وده بالظبط اللي بيعمله ريكوشي في نص ماتش ثلاثي بين سويرف وجاي وايت ورودي سترونج، لما بيجي من وراه وبيضربه بمقص في نص دماغه، وبيكمل دعك فيه بالمقص لحد ما دم سويرف بيغطي قميصه وقرعته عشان يتحدد بينهم الماتش في مين ايفنت حلقه داينامايت بتاريخ 5/2/2025. وعاده في الماتشات اللي زي دي اللي بتكون بتبني لماتش تاني اهم في عرض اكبر مش بنشوف سبوتات كبيره، والاتنين مش بيقدموا كل اللي عندهم عشان يحوشوا ده لماتشهم الاهم. بس الوضع هنا كان مختلف تماما، وشفنا واحده من اجمد الماتشات اللي حصلت في العروض الاسبوعيه السنه دي. سبوتات كبيره بالزوفه، اجمدهم بالنسبه لي هو السبوت الاسطوري اللي بيعكس فيه سويرف السبيريت جان للهاوس كول، لكن ريكوشي بيقدر يكسب في النهايه لما بيعمل لو بلو لسويرف وهو نازل عليه بالسويرف ستامب ثم بيخلص بالسبيريت جان. بعد الماتش ريكوشي بيدعك برنس نانا وبيحط الملح على الجرح لما بيسرق روب الامبسي. الروب ده مهم قوي لسويرف اللي دخل بيه في اغلب ماتشاته الكبيره، ويعتبر اهم للمانجر بتاعه برنس نانا اللي كان بيديه لكل المصارعين اللي معاه زمان ايام الار او اتش. من الاخر تقدر تعتبر الروب ده كده زي ايه الارن بتاعت بول بيرر. كمان الدايناميك دي فعلا اقرب لعداوه بانك وتيكر لما سرق منه الارن، وطبعا كنا عملنا فيديو عن العداوه دي فارجع له عشان جامد. نرجع لقصتنا وسرقه ريكوشي للروب بتاع برنس نانا اللي بتسبب شقاق بينه وبين سويرف، الراجل اللي فعليا خسر كل ماتشاته الكبيره من بعد خسارته لبطوله العالم في اول ان. وهنا برنس نانا بيدي سويرف برومو تحفيزي وبيفكروا بكميه التضحيات والعلق اللي كلها عشانه طول فترته معاه، وانه محتاج يرد له الجمايل دي ويفكر الناس من تاني بليه هو اخطر واحد في اي دبليو بانه يرجع له الروب ويدعك ريكوشي. بعدها بيسيبه ويمشي، وهنا انا تحسست مسدسي لان فكره ان برنس نانا ينفصل عن سويرف دي هتكون كارثيه، ويعتبر شفنا نتائجها في الدبليو دبليو اي لما ام في بي انفصل عن بابي لاشلي، وطبعا ما حدش فيهم نفع بعدها. فمن الاخر سويرف ونانا دول لازم يفضلوا مع بعض، حاجه كده زي بروك ليزنر وبول هيمن كده. سويرف بعدها بيطلب الريماتش من ريكوشي في ريفولوشن، ريكوشي اللي منطقيا بيقول له لا انا خلاص كسبتك يا معلم ومش هستفيد حاجه لو لعبتك تاني، بس سويرف بيقول له انه جاب موافقه من توني خان ان رسميا الماتش بينهم في ريفولوشن هيبقى على المصنف الاول على بطوله العالم، وده طبعا بيجبر ريكوشي انه يوافق. كمان فقره توقيع العقد بينهم بينت التطور الخيالي اللي حصل لريكوشي على المايك، وعجبني قوي لاين سويرف على صاحبته دي اللي هي الوليه السخنه ام صوت منشز اللي كانت الرينج اناونسر في الدبليو دبليو اي. نيجي للماتش نفسه واللي كان جدا جدا ممتع بجد. سيكونس البدايه اللي عملوه في اول 15 ثانيه في الماتش كان من اعظم ما يمكن. بنشوف استكمال الشقاق بين سويرف وبرنس نانا لما سويرف بيزقه بالغلط وده بيخلي برنس نانا يمشي ويسيبه. ريكوشي بعدها بيسيطر وبدع في دور الهيل وقدر يكون هيت ماجنت بشكل مش طبيعي مع الجماهير. كمان عمل الويست كوست بوب من بتاعت ري ميستيريو و360 سكينه في زبده من اللذينه. وعجبني قوي قوي سبوت الفيرت بريكر من سويرف لريكوشي على الطاوله، شيدز اوف الامريكان رولر كوستر كودي رودز. برنس نانا فجاه بيرجع عشان يجيب الروب بس ريكوشي بيقابله بسويسايد دايف، ثم بيعكس الدايف بتاعت سويرف الديث فالي درايفر اتعمل سكينه في الكنافه بالباستاشيو مش طبيعي بجد. وهنا بيعمل حته ستوري تيلينج جامده لما بيلبس الروب معاه
جعانا في اهانه سوورف، لكن برنس نانا بيشدوا منه. ده بيتيح الفرصه لسوورف انه يرجع في الماتش، وبيعمل 2 هاوس كول ورا بعض، بس ريكوشي بيفك منهم. وهنا سوورف بيخلص عليه بالبيج بريشر ويكسب الماتش عشان يبقى المصنف الاول على بطوله العالم. بعد الماتش سوورف بيسلم الروب لبرنس نانا وبيحضنوا بعض في لحظه بتاخد تفاعل ضخم من الجماهير. ماتش جامد قوي، بور كريت وستوري تيلينج اجمد، وعداوه اوفرول رفعت سهم ريكوشي الهيل بشكل مش طبيعي، ومستني اشوف اللي جاي بالنسبه له. اما عن سوورف فافتكر احنا بقى عندنا فكره كويسه قوي عن اللي جاي بالنسبه له. الرين ميكر كازوتشكا اوكادا ضد برودي كينج على بطوله الكونتيننتال. لو ما تعرفش مين برودي كينج فده واحد من اكتر المصارعين الاندر ريتد في الصناعه النهارده، وانصحك وبشده ترجع لسلسله ماتشاته مع داربي الين لو عايز تعرفه اكتر. البناء للماتش ده حصل بعد فوز اوكادا على صاحب برودي بادي ماثيوز في جراند سلام في استراليا. ماتش برضه يعتبر فيلر لذيذ ابيتايزر كده، وطبعا كسب اوكادا. والحقيقه ان انا عندي مشكلتين مع الراجل ده. اولا اداء الموظفين، ده ما بقاش مصارع يا اخوانا، ده موظف شغال من 6 ل 9، اللي هو هيديك البير مينيمم عملا بمبدا على قد فلوسكم، مع ان لو على الفلوس فالراجل ده حرفيا بياخد اضعاف اللي كان بياخده في اليابان، فالمفروض يحلل القرشين حتى. وثانيا النهايات الانتي كلايماكتيك. يعني ايه نهايه انتي كلايماكتيك؟ يعني تبقى بتتفرج على الماتش عادي، هوب مره واحده تلاقي اوكادا عمل الرين ميكر وكسب الماتش. فاتمنى ان الراجل ده يعمل حاجه عليها القيمه بالحزام. ادينا يا عم توني ماتش تاكاشتا واوكادا في داينستي اللي جاي، يمكن لما يلاعب مصارع ياباني زيه يختشي على دمه ويعمل ماتش عادل. تايمليس توني ستورم ضد مارايا ماي في رمضان يا ولاد الكلب. والله مش ذنبي ان اجمد عداوه واعظم ماتش نسوان في تاريخ المصارعه حصلوا في رمضان، وكان على عيني استشرف والله، بس لازم اتكلم على الماتش ده اصل مش بيحصل كل يوم صدقني. باختصار شديد جدا، عداوه الاثنين دول حصلت بعد فوز مارايا ببطوله اوين هارت وخيانتها لتوني ستورم بالجزمه او البوت بتاعها، وفي ماتشهم في اول ان توني بتتردد تضرب مارايا بنفس الجزمه لما اتيحت ليها الفرصه، وده بيخلي مارايا ماي ترجع في الماتش عشان تكسبها في النهايه وتاخد منها الحزام. توني بتجيب له شهور بعد اول ان لحد ما بترجع في وينتر از كامينج بشخصيتها القديمه مش تايمليس توني ستورم، بس حوار الشيزوفرينيا ده طلع تمثيل في الاخر، وبترجع توني الشخصيه بتاعتها على مارايا قبل ما تشوفهم في جراند سلام في استراليا. الماتش اللي بتكسبه توني بتثبيت سريع عشان ترجع الحزام، وده بيوصلنا للماتش الثالث والاخير في عداوتهم، واللي كان ملحمه بكل معنى الكلمه. كميه الدم اللي اتنزفت في الماتش ده تعادل 3 اضعاف الدم اللي اتنزف في الدبليو دبليو اي اخر 10 15 سنه مثلا. كمان سيكونس النهايه كان عظيم جدا كستوري تيلينج بكول باك لماتشهم في اول ان، لان الفرصه بتيجي تاني لتوني، والمره دي فعلا بتضرب مارايا بنفس الجزمه ونفس الطريقه اللي خانتها بيها، وبتخلص الماتش بالستورم زيرو على الترابيزه عشان يظهر الكادر الخرافي ده في النهايه، اللي هو سينما حرفيا بكل ما تحمله الكلمه من معنى مش مبالغه. من ماتشات النسوان النادره جدا اللي تقارع بل تتفوق على ماتشات الرجاله، وواحده من القصص القليله في المصارعه عموما اللي اتنفذت بمثاليه من البدايه للنهايه. دخلنا بعدها على ماتش الالفا كينوسكي تاكاشتا ضد الكاني اوميجا على بطوله الانترناشونال. الحقيقه حاسس اني توفقت جدا في وصفي لعوده كاني اوميجا في مراجعه وورلدز اند لما قلت انها عوده الروح الى الجسد، لان ده حقيقي جدا، وعودته فعلا انعكست على مستوى العروض بعد كده. اي نعم عودات كبيره تانية زي جو ادج اثرت برضه، بس ما تنكرش ان التاثير الاكبر كان لكاني، وفعليا وجود الراجل ده في العروض بشكل اسبوعي يعتبر نعمه ربنا ما يحرمنا منها، وما ينفعش ناخدها فور جرانتد كده والله. وخلونا نتكلم عن بناء ماتش مع تاكاشتا واللي يعتبر مرتبط بشكل اصيل مع بناء ماتش اوسبراي وفليتشر. خلينا نقول في البدايه ان كيني اوميجا هو اللي يعتبر قدم لنا دون كاليس في اي دبليو في 2020 لما كان معاه بطوله العالم، وبيكمل كان مانجر بتاع كيني لحد حلقه داينامايت بتاريخ 10/5/2023 تحديدا في ماتش ستيل كيج بين كيني وجون موكسلي، لما دون كاليس بيتدخل وبيخون كيني بالمفك. الخيانه دي تبريرها كان ان كيني ساب دون كاليس معرض لهجوم جون موكسلي والبي سي سي عليه وبتاع، وده بيسبب له السكار او الجرح اللي حرفيا ما بتخفش بقالها سنتين دي، اللي هو طب ما تروح تعمل لها خطه تجميلي طيب ولا اي نيل. المهم يعني دون كاليس بعدها بياخد صف اوسبراي في عداوته التاريخيه مع كاني، وبيديله المفك عشان يضربوا بيه في ماتشهم الاسطوري في الفوربيدن دور، ومن بعدها اوسبراي بينضم لعصابه الدون كاليس فاميلي مع تاكاشتا وصاحبه كايل فليتشر، لحد ما بيبدا الشقاق بينه وبين دون كاليس، واللي بيؤدي في النهايه لخيانه كايل فليتشر لاوسبراي بتحريض من دون كاليس، وده بيوصلنا لعوده كاني اوميجا في اول داينامايت بعد وورلدز اند، لما بيدخل له دون كاليس الحاجه اللي بتخلي كاني يجري عليه ويدعكه، لكن اعضاء الدون كاليس فاميلي فليتشر وتاكاشتا مع المنضمين الجدد لانس ارشر وبراين كيج بيتلموا عليه ويرقدوه، وهنا بيظهر ويل اوسبراي اللي يعتبر مخصم مع الدون كاليس فاميلي هو كمان زي ما قلنا وبينقذ كاني، عشان في الاسبوع اللي بعده بنشوف الاتحاد الاسطوري بين اتنين من الاعظم في التاريخ ويل اوسبراي وكاني اوميجا. والصراحه انا عندي يعني تعقيب بسيط لا يذكر قد كده لو ينفع يعني، وهو ان لو ما تعرفوش فكاني واوسبراي عملوا ضد بعض عداوه من الاعظم في التاريخ بالنسبه لي، وكان بينهم وبين بعض
مصانع الحداد وكده، وهم تطرقوا للنقطه دي في البرومو بينهم. بس انت بتتكلم ان حرفيا كيني اوميجا بيقول لاوسبري انا عمري في حياتي ما اتحد معاك، هوب بعدها ب5 دقايق راح اتحد معاه عادي جدا. اللي بحاول اقوله ان كنت هحب اشوف بناء للحظه اتحاد الاوز وكيني بشكل اطول من كده، من ابو اخر كده يعني. كان نفسي ينفذوها بنفس طريقه اتحاد ساس ودين امبروس في 2017. بس ده ما يمنعش ان اللي انا بعمله ده نت بيكينج ونقد تافه، وان اتحاد اوسبري وكيني في فريق واحد حدث تاريخي كده. بنشوف بعدها الدريم تيم حرفيا وبكل ما تحمله الكلمه من معنى. اخوانا ده كأن ميسي 2009 بيلعب مع رونالدينيو 2005 مثلا. كيني والاوز ضد كايل فليتشر وتاكاشتا في جراند سلام في استراليا. باختصار كده ده اعظم ماتش تاج تيم في السنه سو فار، وانصحكم ترجعوا له جدا. كمان بنشوف فيه اعظم كومبو فينيشر في التاريخ، الهيدن بليد في الوان ويجد انجل. يا نهار اسود، ده خيال علمي حرفيا. انت عايزك بتتفرج على قتال في ديمون سلاير مش حركه مصارعه على الطلاق. بعد الماتش ده بيعمل كيني والاوز برومو ورا الكواليس، وبيتحدى فيه كيني تاكاشتا على بطوله الانترناشونال. الراجل اللي فعليا في 3 سنين بس في اي دبليو قدر يتخطى شينسكي ناكامورا اللي قعد 9 سنين في الدبليو دبليو اي. يعني قطع لساني لو قارنت العره ده بكنوسكي بيت تاكاشتا من هنا ورايح. مصارع ممتع وفيرساتايل جدا، وقدر يقدم رين عظيم ببطوله الانترناشونال. حاجه محتاج تعرفها عن تاريخ الاثنين دول، وهي ان كيني اوميجا يعتبر هو اللي اكتشف تاكاشتا من اتحادات بير السلم بتاعت اليابان وجابه اي دبليو. كمان تاكاشتا زي ما بيقولوا كده كعبه عالي على كيني، لانه ثبته مرتين، مره في اول ان وكان تثبيت سريع، ومره في اول اوت كان فوز كلين والاكبر في مسيرته. ونيجي للماتش، ويعني شفت على النت ان الاثنين كانوا مطقمين الجير مع بعض تيمنا بالانمي المفضل بتاع كيني اوميجا، وان انا مش هحاول انطق اسمه بالياباني منعا للاحراج. وقال لك بقى ان ده الانمي اللي حفز كيني اوميجا انه يتعلم ياباني عشان يقرا المانجا بتاعته. طب ما كنت تجيبها مترجمه يا ريس. بالمناسبه انا بقيت دايس قوي في الانمي اليومين دول، وبتفرج حاليا على سولو ليفلنج ويوجي الاصلي، فيا ريت الجماعه الاوتاكو يدونا العلوم في الكومنتات عن الانمي ده. نرجع للماتش نفسه، واللي بيلعب على فكره بسيطه وعبقريه في نفس الوقت، وهي الاصابه او المرض اللي كان عند كيني اوميجا، الدايفرتيكولايتس. ويعني من غير الخوض في تفاصيل، فالمرض ده بيجي في البطن، وكان حصل لبروك ليزنر برضه بالمناسبه، وده بيخلي ضربات وحركات تاكاشتا كلها مركزه على بطن كيني. يمكن اجمد سبوت اتعمل بناء على الفكره دي كان الفرونت سوبلكس اللي عمله له تاكاشتا على حرف الترابيزه. ويعني لو عايز تعرف يعني ايه مصطلح سيلينج في المصارعه، اتفرج على كيني اوميجا في الماتش ده. خيالي اقسم بالله، ده ولا كانه بيبيع روحه زي جون سينا كده مع الروك. والحقيقه اني كنت شفت خناقه تافهه دايره على النت دلوقتي، يقول لك شيرين ولا مش عارف انغام، وانا من هذا المنبر احب اقول ان صوت طرقعه الفي تريجر بتاعت كيني اوميجا طرب اكتر منهم هما الاثنين. يلا بقى، تاكاشتا بيسيطر وبيعمل التوم ستون على كيني، ثم البايل درايفر الفشيخه بتاعته وبيخلص بالركبه، بس كيني بيفك بعد عدتين، وساعتها تاكاشتا بيكرر الفينش وبيعمل الركبه تاني، عشان كيني اوميجا وبالتخصص بيفك بعد عده واحده بس. ولما كيني يعمل السبوت ده تعرف انك بتتفرج على واحده من اعظم الماتشات في التاريخ. اصلا ما عملهاش غير مرتين، ضد البوكس في ريفولوشن 2020 وضد الاوز في الفوربيدن دور، وعظمه الماتشين تكفي يعني. كيني بعدها بيعمل الكامباك وبيدور الفي تريجرز في تاكاشتا، لكنه ما بقاش قادر يعمل الوان ويجد انجل، وده بيرجع تاكاشتا اللي خلاص هيعمل الفينش بتاعه الريجنج فاير وهيخلص. بس كيني مره واحده بيعكسها لتثبيت سريع وبيكسب الماتش. ستوري تيلينج ونهايه حقيقه عبقريه بجد. لو انت حد اتفرج على كل ماتشات كيني اوميجا الكبيره، فانت عارف انه دايما بيخلص بالوان ويجد انجل، لكن استهداف تاكاشتا لاصابته طول الماتش عجزه بدنيا وخلاه مش قادر يعملها، وده بيخلي كيني يلجأ لحل تقريبا عمره ما استخدمه قبل كده، وهو انه يخطف التثبيت لما اتيحت ليه الفرصه. ماتش 5 نجوم بلا نقاش ومن الاعظم في السنه، ويعني كان على عيني اقول ان كيني كسب حزام الانترناشونال وبتاع، بس ده كدب واحنا في رمضان فما ينفعش، لان حزام الانترناشونال هو اللي كسب وجوده على كتاف واحد من اعظم المصارعين اللي جم في التاريخ، ومتحمس قوي اشوف الرين بتاعه بالحزام. البيلي جوت ويل اوسبري ضد البروتو ستار كايل فليتشر في ماتش ستيل كيج. كنا اتكلمنا عن تاريخ عداوه الاثنين دول بشكل اكثر تفصيلا في مراجعه فول جير، فارجع لها عشان جامده، بس خلونا نعمل ريكاب سريع للاحداث. اوسبري وفليتشر كانوا اصحاب من ايام عصابه الاوز القديمه في اليابان، اليونايتد امباير، لما فليتشر وقتها كان معاه كمصارع تاج تيم في فريق اسمه اوزي اوبن مع مارك ديفيس، لحد ما اوسبري وفليتشر بينضموا لاي اي دبليو في وقت ما مارك ديفيس ده بيتصاب، وده بيخلي فليتشر ينضم مع اوسبري لعصابه الدون كاليس فاميلي وبيبدا مسيرته الفرديه. وطبعا زي ما كان في اليابان بيفضل برضه السنيد اللي في ظل اوسبري في اي دبليو، لكن كل ده بيتغير مع بدايه الشقاق بين ويل اوسبري ودون كاليس، الحاجه اللي بتؤدي في النهايه لخيانه فليتشر للاوز في راسل دريم، وبيبرر خيانته بانه بقى رافض فكره كونه مجرد شبيه اوسبري والسنيد بتاعه، وبيحلق شعره وهو بيزعق في الكاميرا انه مش شبه اوسبري. وفي ماتشهم في فول جير بيقدر فليتشر يحقق الفوز كلين على اوسبري بعد اداء خرافي، وبعدها بتتقاطع طرق الاثنين دول تاني في نص نهائي الكونتيننتال
انتركونتيننتال كلاسيك فورلز اند. والمره دي اوسبري هو اللي بيقدر يخطف الماتش ويكسب فليتشر. بعدها زي ما قلنا بيدخل اوسبري على نفس الخط مع كيني اوميجا وبيتحدوا ضد الدون كاليس فاميلي، وبيقدر كيني والاوز يكسبوهم في ماتش التاج تيم في جراند سلام في استراليا. وبعد الماتش بيتحدى اوسبري فليتشر لماتش اخير في عداوتهم جوه قفص حديدي. ونيجي للماتش نفسه ودخلة البيلي جوت الايكونيك كالعاده، ويعني من اجل هذه الكادرات اتعمل ميم السينما بتاع مارتن سكورسيزي بجد. انا هنا طبعا بتكلم عن مشهد الاثنين وهم واقفين لبعض فوق القفص في وسط ما الجماهير بتهتف لاوسبري في دخلته، وفليتشر سدد ودانه وعمل احتفاليه ممفيس ديباي. كمان هتلاحظ ان تصميم القفص بتاع اي دبليو اعلى واطول من بتاع الدبليو دبليو اي، ودي تفصيله هنحتاجها في سبوت كده. اما عن الماتش نفسه فيعني ماذا عساي ان اقول؟ اصل الماتشات دي ما اتعملتش عشان اجي اقول لك اصل حصل 1 2 3 وفلان كسب، لا 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 لا، الماتشات دي اتعملت عشان تتفرج وتستمتع بيها وتعيد وتزيد في الفرجه عليها. فيعني لو انت لسه ما اتفرجتش فاسدي لنفسك معروفا وروح اتفرج على الماتش ده بجد. نرجع لمهمتي المستحيله في الكلام على الماتش ده وايفاء حقه. بنشوف مبدئيا الستوري تيلينج الجامد في سبوتين بينوا تأييد القفص لحريه ويل اوسبري على الحلبه لما بيحاول يعمل الفينومين الفور ارم بس ظهره بيخبط في القفص، وكان عايز يعمل الحركه اللي هي الباونس الفشيخه اللي بيعملها على الحبال لكن برضه رجله بتخبط في القفص. فليتشر بيلبس وش اوسبري جوه القفص بالسنيك ايز ونافوره الدم بتتفتح يا معلمي. الاوز بيعمل حرفيا اجمد واكتر فينومينال فور ارم انوفيتيف انا شفتها في المصارعه. اي جي ستايلز يشعر بالفخر يا ابني والله. فليتشر هو كمان بيبدا ينزف لما الاوز بيدخل راسه في حديده الكورنر المخلوعه ثم بيبعت نافوخه على القفص نفسه. اوسبري بيعمل الحركه اللي انا بموت فيها اسمها الليب اوف فيث. ويعني والله يا اخوانا انا مش بحلل وبفصل الماتش سبوت باي سبوت، انا بقول بس السبوتات اللي عجبتني. انت متخيل؟ فليتشر بيبعت اوسبري على القفص بدروب كيك اتعمل يعني سكينه في الكنافه بالمانجا، ثم بينفذ عليه باور بامب من اقوى ما رايت. بنشوف من الاثنين السيكونسات الخياليه الغير طبيعيه اللي شغاله على سرعه اكس 2 واللي في المرحله دي بقى العادي بالنسبه لهم خلاص. بعدها بيدخل صاحب فليتشر مارك ديفيس وبيكسر القفص عشان يدي فليتشر العصايه ام مسل، بس القص بياخدها منه وبيدعكوا بيها. وهنا حابب ابارك للفنان القدير ميك فولي على اهم انجاز في مسيرته، وهو ان اعظم مصارع في التاريخ ويل اوسبري استعنى وقرر يعمل له اوماج في نص الماتش. اوسبري بيمسك العصايه ام سلك وخلاص هيخلص، بس فليتشر بيتحايل عليه وبيعمل بوز اليونايتد امباير، لكن هوب بيديله واحده في الغالي عادي جدا. بيدخل بعدها صاحب فليتشر مارك ديفيس تاني وعايزين يعملوا فينش التاك تيم بتاعهم على اوسبري، لكن الفضائي بيعمل كاونتر البايزن رانا المجنون ده وبيبلع مارك ديفيس الهيدن بليد بالكرسي. فليتشر فجاه بيسحب المفك من فوق القفص، ايوه هو ده نفس المفك اللي كانوا بيه في راسل دريم، وبينزل بيه على وشه وجسم الاوز. بنشوف البريم باستر على الكرسي من فليتشر واللي جاب لي ارتجاج وانا بتفرج. بعدها فليتشر بيفرش الدبابيس على الحلبه ويا ريته ما عملها لان اوسبري بيدخل جسم فليتشر جوه الدبابيس بالستايلز كلاش، ثم بيعمل السوبر دوبر اوس كاتر من فوق القفص. لا ده انت قليل الادب وما شفتش بربع جنيه ربايه بقى، لا ده انت مفتري. لا ده انت مفتري، روح بلدك احسن. الاثنين بعدها بيطلعوا فوق القفص عشان ويل اوسبري يعمل على فليتشر سبانيش فلاي من فوق القفص. لا 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 خلاص ما عادش نعلق، اعتزلت ايتها الرسلينج ارتس، انتهى الموضوع، انتهت الحكايه، بطلت التعليق. وين مبطل يا اوسبري؟ وين مبطل وانت موجود يا اوسبري؟ لا اصل بجد يعني حط نفسك مكاني. طيب اجيب كلام منين يوصف التاريخ ده؟ هقول لك مثلا ان دي من اعظم 10 سبوتات شفتها من يوم ما وعيت على مصارعه، وده هيبقى العادي والبديهي. يعني انا بقى اطالب وكاله ناسا بالكشف عن هويه هذا الفضائي المتنكر اللي اسمه ويل اوسبري. ما فيش بشر بيعملوا كده معلش. كايل فليتشر بعدها بيشتم القز بافظع الالفاظ وبيقول له يا حمار يا كلب يا حيوان يا ولد المركوب، اللي هو شتايم بي جي عشان رمضان فاهم. بالمناسبه ولد المركوب دي طالع معناها يا ابن الجزمه بالصعيدي عشان انا كنت فاكر حاجه تانية برضو. المهم ان فليتشر مش بيلحق يكمل الكلمه عشان القص بيطير راسه بالهيدن بليد، ثم بيخلص بالاكسكلاميشن بوينت. والحركه اللي فليتشر خان بيها اوسبري في راسل دريم التايجر درايفر 91 بتنهي الماتش التاريخي وبتكسب اوسبري. هل ده ماتش السنه سو فار؟ نعم بدون نقاش. هل ده اعظم ماتش قفص في تاريخ اي دبليو؟ ايوه بدون جدال. هل ده اعظم ماتش قفص في تاريخ المصارعه؟ اترك لكم اجابه هذا السؤال في الكومنتات وهحتفظ برايي لنفسي عشان الناس اللي هتقول انت بتطبل وبتاع. لا يا معلم اتفضل انت، طيب قول لي ماتش قفص اعظم من ده. عايز اقول في النهايه ان ممتن بل حقيقي فخور ان جات لي الفرصه ان اغطي العداوه التاريخيه دي معاكم، واتمنى يعني اكون اتوفقت في ده يا رب. اخيرا عندي حته حنيكه صرف كده عن كايل فليتشر، وهي الرساله المشفره في بدايه دخلته. الرساله دي اتعملت مرتين، مره في فول جير وكان مضمونها انا لا اريد ان اعيش للابد، انا فقط اريد ان اموت كملك. وبيعمل دخلته وهو لابس تاج وبيقدر في النهايه يكسب
ويكسب اسبراي في اكبر فوز في مسيرته، وبعدها فعلا بيتحول من مصارع كان ممكن يفضل ميد كاردر للابد لملك على الحلبة، وبيقدر يكسب بطل الكونتيننتال اوكادا وبطل التي ان تي داني جارسيا، وبيوصل لنص نهائي الكونتيننتال كلاسيك. وده بيوصلنا لرسالته في ريفولوشن: This pain shall make me even stronger. هذا الألم سوف يجعلني أقوى مما كنت عليه. وافتكر ان دي رسالة واضحة للضرير ومش محتاجة تفسير، فاستمتعوا بالرحلة لانكم فعليا بتتفرجوا على رحلة تحول واحد كان مجرد مصارع تاج تيم وسنيد لاسبراي لمين ايفنتر في اي دبليو. والحق دفي الحزام يا داني اخويا عشان البروتو ستار هو بطل التي ان تي القادم. اما عن القص فانتم تنظرون لاحد اطراف مين ايفنت اول ان السنة دي، وصدقوني العد التنازلي بدأ عشان فوز الراجل ده ببطولة العالم اصبح مجرد مسألة وقت. وصلنا اخيرا للمين ايفنت على بطولة العالم بين الديث رايدر جون ماكسلي ضد الريتد ار سوبر ستار ايدج او كوب او ادم كوب. بص انا شايف ان دي نقطة كويسة جدا نبدأ من عندها، وهي تغيير اسم ايدج. ويعني بصوا من الاخر كده الراجل ده عنده عقلية مكمنية شوية في حتة الاسماء دي. يعني فاكرين زمان لما مكمان كان يجيب بيت دون ويسميه بوتش، او يخلي مات ريدل بس واوستن ثيري بس، او نفس الوضع ده كده. ومتأكد انه لو كان اسمه كوب طول السنين اللي فاتت في الدبليو دبليو اي وجي اي دبليو بقى اسمه ايدج، كانت الناس هتعترض برضه عادي جدا. مع ان ايدج دي ممكن يكون لها معنى اوسخ 60,000 مرة من كوب، بس خلاص بقى عشان الشياطين متسلسلة وكل سنة وانتم طيبين. والحقيقة ان من يوم ما عملت البتاع ده والحمد لله بقى في ناس مهتمة تسمع ارائي، وانا عارف ان هيجي يوم واقول فيه رأيي، والرأي ده هيأيج زي علبة الزبادي لما تنسى تتسحر بيها وتسيبها بره التلاجة تاني يوم. ومش عارف لو الكلام ده ينطبق على رأيي على قصة الديث رايدرز وقت مراجعة فول جير ولا لا، لاني حقيقي مش ندمان على الكلام اللي قلته وقتها. جون ماكسلي كان عامل وقتها بروموهات خرافية وكنت بجد متحمس للقصة دي، لكن من بعد فول جير وقصة الديث رايدرز خرجت من مرحلة الغموض والإثارة والترقب لمعرفة دوافع جون ماكسلي لمرحلة ان اللي فاهم حاجة ياخد فينا ثواب ويفهمنا يا اخوانا. حاجة كده فكرتني بأيام مسلسل النهاية بتاع يوسف الشريف للناس اللي شافته. فعليا سين بطولة العالم هو اقل حاجة حاصلة في اي دبليو حاليا، ودي حاجة منيلة طبعا. تقريبا كل حاجة في القصة دي بقت ريبيتيتيف وفي كمية تكرار تحسسك انك بتتفرج على البلاد لاين في سماك داون. يا راجل حرفيا نهايات ماتشات جون ماكسلي بقت خلاص ماشية على نفس نهج ماتشات رومان رينز، هوب ريف بامب فيطلع سولو سيكو اي كي اي ويلر يوتا ويعمل الياس ني، وجون ماكسلي يخلص بالبارادايم شافت ويكسب. يا راجل ده جون ماكسلي شخصيا بدأ يقلب على رومان رينز، مش مصدق؟ طب اسمع ده كده. This is my microphone. That's my camera. This is my ring. This is my building. You're sitting in my damn seats. This is my show. This is my ring. This cameraman right here, this is my cameraman. These people, these are all my people because they acknowledge me. ويعني عارفين انا ممكن ابرر واعدي اي حاجه في القصه دي الا موضوع ان ماكسلي مخبي الحزام في الشنطه ده. اصل ليه تحرمنا من اجمد تصميم لحزام في الصناعه النهارده يا ظالم يا مفتري يا اللي ما تعرفش ربنا؟ ولو انت زيي وعايز تعرف السبب ورا ده فخليني اسمعك الرد من الماكس شخصيا. Why do you need to see it? You don't know anything about it. You don't understand it at any level. You don't understand what a world championship means. I am the AEW World Championship. I am the living definition of that championship. You want to see it? It's right here. Take a look at it. This is the AEW World Championship. It lives here. It's not something you win. It's not something you hold. It's not something you show off. It's not something you hold up over your head. It's not something you post a picture with. It lives in here. It's got to be cultivated, grown, forged in the white hot fires of combat, in the white hot fires of struggle. I'm trying to build 1,000 John Moxleys. I'm trying to backfill them behind me, so I will put them through what I went through and worse. ها اقتنعت؟ لان لسه برضه ما اقتنعتش وعايز اشوف الحزام، ماليش دعوه. وللي ما يعرفش فاي دبليو رسميا عملوا صفقه مع شبكه اتش بي او ماكس، دي اللي انتجت اعمال تاريخيه زي جيم اوف ثرونز والسوبرانوز. ففكره انك تدخل على منصه عملاقه زي دي وفي اودينس على سكيل اكبر هيشوف المنتج بتاعك من غير وجود اهم بطوله واللي عليها لوجو الشركه هو شيء كارثي فعلا. اصل الدبليو دبليو اي مش بيقطعوا اللوجو بتاعهم على كل البطولات من فراغ، بيطلع التريبل است ويديه للمشاهير ويعتبر دعايه حاضره للشركه. وادج جاب سيره الموضوع ده علنيا كده في البرومو الجامد اللي عمله على موكسلي. You took the AEW World Heavyweight Championship, you hid it in a briefcase while we started streaming on a new network. Rocket science, pal. Great idea.
عداوه الاثنين دول بتبدا لما ايدج بيرجع من الاصابه على موكسلي وبيهجم عليه في نهايه وورلدز اند. وفي الاسابيع اللي بعد كده ايدج بيتحد مع جاي وايت ضد الموكس والديث رايدرز، ويعني اي وجود لجاي وايت في سيناريو كبير هو مكسب بالنسبه لي. الراجل ده عانى من البوكينج المنيل بما فيه الكفايه بجد. موكسلي بتكون ليه الافضليه العدديه على ايدج، واللي مع جاي وايت بيتحدى موكسلي وكلاوديو في ماتش تورنيدو تاج في جراند سلام استراليا، وبنشوف ماتش لذيذ جدا لكنه للاسف بينتهي نهايه بولشيتيه كعاده كل ماتشات جون موكسلي. احنا بقى عندنا مناعه خلاص، اللي بيقدر بمساعده عصابته انه يخدع ايدج ويكسب الماتش، وده بيخلي ايدج يبدا يفكك عصابه الديث رايدرز بشكل تدريجي ويكسحهم واحد ورا التاني. والبدايه بتكون بباك اللي بيعملوا الكونشيرتو في كولاجن، الحاجه اللي بتخلي جون موكسلي يشد في قرعته حرفيا. وفي داينامايت اللي بعده بيكررها تاني على كلاوديو، وبيجيب ويلو نايتنجيل تضرب نافوخ الوليه مارينا شفير بالكونشيرتو، ودي قد تكون اعظم حاجه حصلت في القصه دي كلها بالنسبه لي. وفي داينامايت الجو هوم بيلعب ضد سولو سيكو بتاع جون موكسلي وبيكسبه، وبيقول له ما تسيب موكسلي وتشوف نفسك يالا بدل ما انت بقيت عامل شبه البطه المسكوفي في شعرك ده. وسولو سيكو بتاع جون موكسلي بيقول له تمام يا كبير، وبيسيب الموكس فعلا عشان يدخل موكسلي في ريفولوشن فرداني من غير لا ديث رايدرز ولا بطيخ. وعجبتني قوي طبعا دخلة ايدج وغناء الجماهير لاغنيته، والواضح انها هتبقى حاجه ثابته في اي دبليو مش مره في استراليا وخلاص. ونيجي للماتش نفسه اللي قد يكون اكتر ماتش اوفر هيتد في تاريخ اي دبليو. اصل يعني لو متابعين الاجانب على النت هتلاقوا فيه اجماع رهيب على كراهيه الماتش ده. ماتش عادي وظلم طبعا انه موجود بعد ماتش اسبراي، لكنه ما كانش ماتش سيء اطلاقا بالنسبه لي. ايدج كالعاده بيطلع كل اللي عنده زي اي ماتش ليه من يوم ما جه اي دبليو. سبوت السبير اللي عملها على بره كانت جامده جدا، كمان الكيرب ستامب اللي بلعها له موكسلي على الارضيه المكشوفه عشان اصابه رقبته وكده. طبعا بيحصل الريف بامب كما المتوقع، وهنا بيدخل سولو سيكو الجلابه وبيعمل حته دراما، وايدج وموكسلي واقفين جنب بعض، ويعني قال ايه هيكون جون موكسلي وكده، لكنه بيعمل اوسخ ياسني في التاريخ على ايدج. يالا ده انت عيل بترزل على اللي خلفونا ليه؟ الحمد لله جاي وايت بيدخل يشطفه وبياخد الشنطه من موكسلي، لكنه بيضرب بيها ايدج بالغلط. الموكسي بيثبته بس ايدج بيفك في نير فول جامد. ايدج بعدها بيرجع يعمل الكامباك ب3 سبير على الموكس وخلاص هيكسب الماتش، لحد ما واحد بهودي بيسحب الحكم واللي بيطلع كريستيان، وبيناول ايدج بالشنطه في نافوخه وبيصرف العقد على بطوله العالم. دي الشنطه او العقد اللي كان كسبها في اول ان. الماتش كده بقى ثلاثي، وبيدخل كريستيان وبيفنش ايدج بالكيل سويتش، ولسه هيثبت موكسلي قفشه بالبولدوج. وفي لقطه تحرق الاعصاب بجد كريستيان بيلمس صدر ايدج بطراطيف صوابعه وبيعد عدتين، لكن موكسلي بيبعده تاني وبيقفل عليه لحد ما بيفقدوا الوعي عشان يفوز ويحتفظ باللقب. دي هي بلا منازع اكتر نهايه فرستريتنج، او على راي اخواتنا الخلايجه ترفع الضغط في تاريخ اي دبليو. لا فرستريتنج لدرجه انك تكسر صيامك وتسب الموكسلي ثم تكسر الشاشه نفسها. وخساره كريستيان للعقد بالطريقه دي اكبر غلط، ده كده غلب درو ماكنتاير حرفيا. على الاقل درو خسروا في نفس اليوم وده ساهم في عداوته مع بانج، اما كريستيان فقعد 6 شهور على ما فيش في الاخر، ودي مش النقطه الاسوأ كمان. اصل تخيل معايا كده اول صرف للماني ان ذا بانك اللي هو ايدج على سينا في 2006، تخيل بقى لو ايدج فشل في الصرف ده وسينا هو اللي كسب عادي جدا، كان عمر ما جيمك ماتش الماني ان ذا بانك ده هيبقى بالضخامه والاهميه بتاعته دلوقتي. ففكره انه تسجل تاريخيا انه اول صرف في تاريخ اي دبليو خلص بالمنظر ده هو شيء كارثي بدون مبالغه. السيناريو المثالي بالنسبه لي كان ان كريستيان يصرفها على داربي الين بعد ما يكسب الحزام من موكسلي على طول، كانت هتبقى حاجه ولا براين واورتن في سمر سلام 2013 كده. موكسلي بيحتفل مع الجماهير في نهايه العرض، وحاجه مش هيقولها لك الناس على النت، وهي ان الجماهير كانوا فعلا متفاعلين مع موكسلي في الحته دي، لحد ما بيظهر له برنس نانا وبيجي سوورف من فوقه ولا كانه سوبر هيرو، وبينزل على الموكس والسكيورتي بالسوورف ستام. والسؤال هل سوورف هيقدر يكسب موكسلي وياخد منه الحزام؟ الاجابه بالنسبه لي هي لا للاسف. الحاله اللي عاملها موكسلي حاليا هو مصطلح في المصارعه اسمه الرين اوف تيرور، اللي هو انت مش طايقه كبطل ونفسك ومنى عينك يخسر الحزام، بالظبط زي رومان رينز كده برضو. وانا لا زلت مصمم ان الشخص اللي هينهي الرين اوف تيرور بتاع موكسلي هو داربي الين، واللي بتوقع من دلوقتي عودته في نهايه داينستي. ريفولوشن 2025 اثبت لي الحاجات اللي كنت مقتنع بيها بالفعل قبل ما اشوف العرض، وهي ان الشركه دي بتعيش فتره من الافضل في تاريخها على كافه الاصعده. كل الاحداث والعداوات والمصارعين جامدين ما عدا جون موكسلي وسين بطوله العالم. تقييمي لريفولوشن 2025 هو 9 من 10، ولولا المين ايفنت وماتش التاك تيم كان هياخد ال10 من 10 مرتاح. سؤالي ليكم في النهايه، ايه رايكم بصراحه في فتره جون موكسلي باللقب وقصه الديث رايدرز سو فار؟ هشوف وهرد على كل الكومنتات كالعاده. اتمنى المراجعه دي تكون عجبتكم، واسف انها متاخره بجد. لو انت وصلت لحد هنا فانا مش عارف اقول لك ايه، ولو انت فعلا وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك وسبسكرايب والحاجات اللذيذه بتاعت اليوتيوب اللي انا ما بعرفش اقولها، فانا حقيقي مش عارف اقول لك ايه وبس كده.